السلام عليكم. أهلا بكم في حلقة جديدة من كلام مبتدئين. موضوع حلقة النهاردة الافتراس، أسبابه وعلاجه. في كتير من الأوقات بنشوف ناس على الفيس عندهم حالة افتراس من الأهالي للفروخ بتاعتهم، وكلنا بلا استثناء بنبدأ نقول لصاحب المشكلة يتصرف ازاي مع الزغاليل المصابة. تلاقي واحد يقول له حط بتادين على الجروح، وتلاقي واحد تاني بيقول له اعزل الطيور المصابة. ولو لسه صغيرين ومش معتمدين على نفسهم، شوف مين في الأهالي اللي بيفترس الفروخ وشيله فورا من القفص وسيب التاني يكمل. طب حد يقول له سبب الافتراس ايه؟ ولا حد يقول له يعمل ايه عشان الافتراس ده ما يتكررش تاني؟ عشان كده قررنا اننا نعمل حلقة عن الافتراس ونتكلم عنه من جميع الاتجاهات، ونعمل عنه زي دراسة بسيطة كده، بحيث اننا نخلي الافتراس ده ما يحصلش على قد ما نقدر. يلا بينا ونشوف وصلنا لإيه. ايه هو الافتراس؟ الافتراس في الطيور ببساطة هو اننا بنلاقي عصفور وصل لحالة من الهياج العصبي اللي بتخليه يحاول ياكل عصفور تاني زيه، وده طبعا مش من طبعهم، واللي بيعتبر تحول فظيع في سلوك وتصرفات الطيور، واللي هي أصلا مصنفة على إنها طيور أليفة حسب المتعارف عليه. يا ترى إيه أسباب الافتراس اللي بيحصل بين الطيور ده؟ بص يا سيدي، لما جينا ندور عن الأسباب اللي ممكن تخلي الطيور تتحول وتفترس بعضها، لقينا الآتي: 1. قلة كميات الطعام. لقينا إن الطيور ممكن تتحول وتبقى مفترسة على بعضها وعلى فروخها في حالة وجود كميات قليلة من الطعام أو عدم توفر كميات مناسبة من الطعام. رقم 2. في التربية الجماعية، لقينا الطيور بيتحولوا على بعضهم بسبب التنافس على العشوش والحيز المحيط بيها. كل قص من القصوص بيرسم لنفسه حدود غير مرئية بالنسبة لينا، إنما هما بيبقوا عارفينها وحافظينها صم، وأي عصفور بيقرب منها أو يدخلها بيعتبروه اعتداء عليهم، ولازم يدافعوا عن مكانهم وعشهم وفروخهم. في حاجة كمان ممكن تعمل افتراس في التربية الجماعية: لو في عش في مكان مميز وعجب قص غير اللي ساكن فيه. تخيل معايا كده هيحصل ايه؟ هنلاقي هجوم من القص اللي عجبه العش على القص صاحب العش ده. لو القص صاحب العش مش هو الأقوى، يبقى هيحصل له إصابات قوية وهيبعد عن العش. القص اللي أخد العش هيموت الفروخ اللي فيه أو هيرميهم منه، وهيفضي العش ويبدأ يعمل فيه عش ليه هو. طب الحل هنا إيه؟ أول حاجة نعملها في التربية الجماعية إننا بقدر الإمكان نبعد العشوش عن بعضها، عشان نتلاشى موضوع الخناقات اللي ممكن تحصل بين الطيور اللي عندنا. تاني حاجة ممكن نعملها إننا نحط عشوش بزيادة، لأنه ببساطة الطيور ممكن تختار العش الفاضي وما تختارش العش اللي فيه طيور، لأننا برضو مش هننسى إن الطيور في الأصل مش بتحب العنف ولا بتفكر فيه. رقم 3. في المطارات، دايما كل عصفور بيبقى عامل لنفسه منطقة بيعتبرها بتاعته، ولما عصفور تاني بيقرب من المنطقة دي بيعتبر ان ده تهديد له، وبيدافع عن نفسه وعن المكان بتاعه باستماتة، ونادرا ما بيسيب المكان ده من غير خناق او مشاكل. دايما العصفور لما بيحس بتهديد من عصفور تاني ما بيبقاش عنده اي حل تاني غير انه يتخلص من العصفور اللي بيهدده عشان يطمن انه خلص من التهديد نهائي. رقم 4. في التجمعات، سواء مطرات او تربية جماعية، بعض الطيور بتحاول تفرض سيطرة على المناطق الغذائية. يعني هتلاقي في طيور بتعسكر جنب اماكن الاكل والشرب، وهتهجم على اي طيور تقرب من الاكل او الشرب. وطبعا مش كل الطيور هترضى بكده، يعني هنلاقي
طيور بتخاف وتبعد، وهنلاقي طيور بتواجه وبتعمل خناقات. وطبعا هيكون في إصابات كتيرة وهيكون في وفيات. طب هنا الحل إيه؟ الحل هنا إننا نبقى موفرين أكلات كتير ومسائل الشرب كتير، بحيث إننا نخفف من حدة المواجهات بين الطيور وبعضها. طب لما بنلاقي جوز عصافير افترسوا فروخ من فروخهم، ده بيبقى سببه إيه؟ برضو لما دورنا على السبب لقينا الآتي: رقم 1، نقص الغذاء. لو حضرتك مش بتحط لهم اللي يكفيهم هما وعيالهم ويوصلهم للشبع، توقع حدوث افتراس من الأهالي للفروخ، وده طبعا هيكون بسبب محاولتهم لتوفير جزء من الحبوب عشان تكون كافية للي هيفضلوا بعد التخلص من الزيادة في وجهة نظرهم. رقم 2، التنافس على الموارد، واللي من أهمها العش نفسه. تعالى كده هنتخيل منظر مع بعض. هنفترض إن عندك قص وحط 6 بيضات وطلعهم كلهم وبدأوا يكبروا، وفجأة بدأ الأب والأم في تحضير عش جديد، وبدأت الأم تحط البيض الجديد اللي هو برضو هيكون في حدود 6 بيضات، ده إن ما كانش أكتر. كل ده بقى في عش صغير وضيق. متخيل المنظر؟ أكيد المنظر كارثي. تعال بقى كده نشوف تفاصيل الحياة جوه العش ده عاملة ازاي. عندك الفروخ عايزة تتحرك جوه العش، وده طبعا الأم مش هتسمح بيه عشان خايفة على البيض الجديد منهم، وهتبدأ من المنطلق ده إنها تدافع عن البيض. ومش بس كده، دي هتتعامل مع الفروخ على إنها مصدر خطر على البيض الجديد، وأكيد هتكون عايزة تتخلص من الخطر ده. أما الأب فهو حاليا عايز يهتم بالأم لأنها راقدة، يعني أولوياته هنا اتغيرت، وتقريبا ما بقاش شايف الفروخ، وبرضه هيبدأ يحس إنهم بيعرضوا البيض الجديد للخطر. الوضع ده هيزيد سوء كل ما الفروخ تكبر، لحد ما في لحظة معينة هنوصل لمرحلة الصدام، وهتحصل الكارثة، وهنلاقي الفروخ ما بين مقتول ومصاب إصابات بالغة. طب والحل هنا بقى إيه؟ الحل هنا يبقى كالآتي: هنستخدم معاهم عشوش كبيرة وواسعة، بحيث إنه لو حصل كل اللي قلناه ده كل واحد يلاقي مكان يعيش فيه بحرية. خد بقى حل تاني: لو لقيت الأم تحتها عدد كبير من البيض، بتاخد جزء منه وتحطه تحت أم تانية يكون عدد البيض تحتها قليل. في حالة كمان اكتشفنا إنها ممكن توصل الأب والأم لافتراس فروخهم، ألا وهي الإجهاد أو المرض. وفي الحالتين دول بيبقى قرار الأب والأم هنا إما الإهمال وترك الفروخ بدون رعاية، أو افتراسهم وقتلهم كوسيلة لتخفيف الضغط والمجهود عنهم. وفي الحالة اللي زي دي بننصح دايما باستخدام روافع المناعة باستمرار، والاهتمام بتوفير كل الأجواء الصحية للطيور، وبالأخص اللي معاها فروخ. كده احنا اتكلمنا عن موضوع الافتراس، وحاولنا نلم كل النقط اللي ممكن تفيدكم وتكون مهمة بالنسبة ليكم، ونتمنى اننا نكون ضفنا معلومة ولو بسيطة في حلقة خفيفة على قلوبكم. وبأمر الله نتقابل تاني على خير في حلقة جديدة من كلام مبتدئين. وطبعا لو حابين تشوفوا كل جديد مننا ما تنسوش شوية الحركات دي.